أول عمرو مصطفى الملحن. أستاذ عمرو أهلا وسهلا. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يخليك، تفضل. وعايز برضو احيي الشيخ محمد حسان واشكره على الخطاب الديني المعتدل اللي نتمنى ان احنا نشوفه على طول في التلفزيون المصري. وعايز يعني اوجه له بعض بس يعني استفسارات. اتفضل يا فندم، احنا محتاجين ثوره في الاخلاق. نعم. محتاجين ثوره في الخطاب الديني المعتدل. محتاجين ان احنا نعرف الناس ان احنا في زمن الفتنه. نعم. دلوقتي احنا بنعيش زمن الفتنة وزمن الثورة الإعلامية والقوات الإعلامية اللي هي ابتدت تبقى زي بالظبط. الحرب دلوقتي هي حرب إعلام، مش حرب حاجة تانية. حضرتك اما تشوف الشباب اللي في التحرير اللي منهم اخواتنا ومنهم ناس كتيرة جدا نعرفهم بيشوفوا منظر زي كليب زي نزل ده عمل فتنة خلى الناس كلها تنزل. طب هو تبين دوت مقصود منه ايه؟ وكل شوية عشان اخلي المواضيع كلها سخنة ودايما في فوضى في البلاد بيظهر فيديو يقدر يعمل اثارة زي ما حصلت ال70 مليار اللي عملت اثارة في مصر كلها وخلتها نزلت وبعد كده تكذب الخبر. فمن مصلحة مين ومن مصلحة مين ان احنا ما فيش اساسا ناس كتيرة جدا بتفتقد الاخلاق حتى في التعامل مع البشر. حضرتك دلوقتي بتشوف ناس كتيرة بتتكلم من شباب الثورة بيبقى قدامها ناس تانية موجودة بيتكلم في حاجات في اقتصادنا والاقتصاد بتاعنا اتدمر، هو بيرد عليه بكلمه واحده بس، بيجمع كل الفساد في كلمه واحده بس، ده فساد. طب عايزين نعرف دلوقتي حاجه واحده مهمه جدا، في ناس اساسا كانوا فاسدين في النظام القديم واتطردوا، قال لك النظام كان مضايقنا، فالفساد لو احنا كنا حاربناه فازداد فسادا، ولو احنا نزلنا الثوره عشان الفقراء فاحنا ازدادنا فقرا. فيا ريت حضرتك تقول لهم بس عايز كلمتين. شكرا جزيلا لك. معنا محمود النجار من شباب الثوره. السلام عليكم. ازيك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. بيك يا مرحبا. انا بس ليا مداخله واحده بس تعقيبا على كلام استاذ عمرو مصطفى اللي كان قاله ان الناس نزلت وصارت عشان اشاعه. لا، الموضوع ما كانش اشاعه، كان 30 سنه فعلا فساد، فالناس بدات تنزل تصور وبدات تنزل تطالب بحقها في الحريه والعداله الاجتماعيه، وكل اثبت بعد كده ان كان فعلا ده حق مشروع للشعب كله. النقطة الثانية الموضوع بتاع الناس، يعني توضيحا بس، الناس اللي نازلة النهارده مش نازلة بتحارب الجيش في التحرير، الناس اللي نازلة النهارده بتحارب ممارسات ما كانش حد متوقعها تماما من الجيش المصري. الجيش المصري اللي أول يوم نزل فيه كان الشعب بيهتف له بيقول الجيش والشعب إيد واحدة. حضرتك يا أستاذ مصطفى، يعني أنا اتفاجئت بصراحة وكل الناس اتفاجئت بان هل هو دوت الجيش فعلا؟ هل هو دوت الافراد ده ما يمثلون الجيش؟ لا، في حاجه غلط. احنا بندور على ايه الغلط دوت ولازم نصلحه. انا مع فضيله الشيخ ان لازم ده ندور مين المسؤول عن ده. لا يمكن ابدا ان الجيش المصري الجندي الشريف اللي حارب في 73 هو اللي يسحل فتاوي عليها في الشارع، هو اللي يمسك شاب ويضرب فيه بمنتهى الغل بدون اي سبب. شكرا جزيلا لك. معنا استاذ نزيه السباعي.